ازيكم؟ شايفين الجمال؟ هعمل معاكم النهارده السمك الفيليه المقرمش الذهبي واخد لون مظبوط. هقولك على تتبيله خطيره تعمليها لاي نوع سمك فيليه عندك، وهقولك كمان على التقطيعه المظبوطه ليه، ازاي ما يشربش زيت ويكون شارب من التتبيله كده من غير ما السمك يتهري معاكي. الطريقه دي خطيره، لازم تجربيها. هعمل معاه كمان شويه كده من الرز البني بما اننا هنعمل سمك. هقولك انا بعمله ازاي بشكل سريع كده. لو اول مره تشوفيني اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني، وهدخل معاكم بقى في الطريقه على طول. اول حاجه عندي السمك الفيليه بتاعي، ده سمك فيليه بولتي. انا كنت جايبه السمك كامل وخليته في البيت، وكنت عامله لكم فيديو عنه هسيبها لكم في اول تعليق مثبت. سهل جدا وبسيط وارخص كمان من ما بتجيبيه من بره. المهم ان انا السمك بعد ما غسلته وسبته يتصفى، قطعته بقى بالطريقه اللي انا وريتها لك دي، ولا كبير قوي ولا صغير قوي. وقطعت كل الكميه اللي عندي بنفس الطريقه، وبعدين سبته على جنب. في بوله عندي بقى حطيت فيها كوبايه كده من الدقيق، وهحط عليها معلقتين كبار مليانين من النشا. ما تكتريش نشا عن كده، نشا بيخليه مقرمش، بس كتر النشا ينشف معاكي السمك. حطيت معلقه صغيره مليانه من الكركم، بتديني لون حلو قوي. معلقه صغيره مليانه من الملح، ومعلقه صغيره مليانه من الثوم المهروس. هحط نص معلقه من الفلفل الاسود، وهحط نص معلقه من بهارات السمك، ودي بهارات موجوده عند العطار ورخيصه قوي. هحط نص معلقه كمان من الكمون لان السمك بيحب الكمون. حطيت ليمونه، عصير ليمونه كبيره. لو الليمون عندك مش كبير زي عندي كده، حطي ليمونتين متوسطين العصير بتاعهم يعني. البهارات بالتوابل دي بالخلطه دي تقضي معاكي لحد كيلو من السمك. هبتدي بقى انزل بالميه بتاعتي تدريجيا، وهقولك على القوام اللي انا عاوزاه. مش عايزه الخليط او المارينيه بتاعي يكون خفيف قوي ولا تقيل قوي، هقولك على القوام المظبوط بتاعه. المهم ان انا بنزل بالميه تدريجيا عشان الخليط ما يخفش معايا قوي. لما انتي تعمليه هياخد يعني هيكون معاكي اللون اصفر عن ما ظاهر لك، بس انا عشان الاضاءه عندي عاليه يعني. المهم ان انا خلاص انا كده اكتفيت. بتعرفي منين القوام المظبوط؟ زي القوام بتاع الطحينه كده، يكون تقيل نسبيا، اللي هو لما احط السمك واجي اطلعه يبقى طالع معايا جزء من المارينيه على السمك، ما يتزحلقش كله وينزل، عشان يطعم لي السمك بتاعي. ركنته على جنب، وجبت علبة صغيرة عندي حطيت فيها كوباية ونص من الدقيق، ويفضل يكون علبة كده عشان تسهل عليكي العملية يعني ما يقعدش يلزق في ايدي. حطيت فيها معلقة من بتاعة البهارات ملح، وزيها من الكمون، وزيها من الفلفل الاسود، وزيها من بهارات السمك. وابتدي اقلب كويس جدا. هبهر بس الدقيق اللي انا حطيته، وهقلب كويس جدا، وهركن العلبة برضو على جنب. يبقى انا كده جهزت كل حاجتي عشان لما اجي اشتغل في السمك يعني ايه يكون كل حاجه سهله وسريعه. جبت بقى التتبيله بتاعتي، بس دقتها قبل ما انزل فيها السمك، وانا كنت يعني حطيت عليها شويه كمان من الملح. هبتدي احط بقى جزء من السمك في قلب التتبيله وهقلب. ما تحطيش السمك كله مره واحده عشان ما تقعديش تقلبي فيه جامد ويتفتفت معاكي. زي ما انت شايفه كده التتبيله اللي احنا عاملينها او المارينيه اللي احنا عملناه يعني بيغلف السمك من غير ما يتزحلق عليه، وفي نفس الوقت مش تقيل زياده عن اللزوم. بنزل جزء جزء كده من السمك وبعدين بقلب. عايزه اقول لك التتبيله دي خطيره. احنا هنحط السمك في التتبيله دي لمده ساعه. لو مستعجله عليه ممكن نص ساعه، بس هي ساعه كده. انا سبته ساعه وبيطلع معايا مظبوط جدا، يعني ما بكترش عليه عن الساعه او اقل منها. تمام كده، ركنته بقى على جنب. هعمل بقى الرز البني بتاعي في حله عندي على النار فيها شويه كده من الزيت. حطيت بصلايه كبيره فرماها في الكبه، وهبتدي اقلب كويس جدا على نار متوسطه طبعا. حطيت معلقه كبيره من السكر على البصل، بيساعد ان البصل معايا يتكرمل بسرعه وياخد لون حلو من غير ما يتحرق، وفي نفس الوقت بيديني طعم حلو كده للرز. مش هيخلي الرز معاكي مسكر قوي، يعني بيديكي طعم حلو كده للرز. المهم قلبت كويس جدا لحد ما خد معايا اللون ده. انا ما بحبش احرق البصل لانه بيتعبني، وكمان بحس ان الرز مش حلو، فدي على حسب الذوق يعني. وباخد برضو اللون اللي انا عاوزاه من غير ما اضطر احرقه. المهم نزلت بالميه بتاعتي، حطيت حوالي كوبايه بس من الميه. لو احتجت بعد ما احط الرز ميه تاني بضيف، مش مشكله، بس الخطوه دي مهمه لانها بتخلي الصوص يغلي او الميه بالبصل بالبهارات اللي انا حطيتها دي تغلى على النار فتديني لون حلو. حطيت معلقه من الملح، معلقه صغيره بتاعه البهارات دي من الكمون، وزيها بابريكا.
وحطيت شويه كده من القرفه، ودي دايما بحطها في بهارات السمك لانها بتديني طعم حلو قوي للرز. بعد ما قلبت كويس جدا، شايفه انت اللون بقى عامل ازاي؟ بقى لون بني محمر كده، شكله وريحته خطيره. ممكن تحطي مكعب مرقه لو انت عايزه. بعد ما الميه غليت عندي، طبعا دقتها. لو محتاجه ملح بظبط الملح بتاعها قبل ما انزل بالرز بتاعي. نزلت بنص كيلو من الرز المصري العادي، مغسول ومتصفي. واحتجت بقى ان انا احط ميه. بحط ميه فوق الرز بعقله صباع. اظبطي الميه بتاعتك عشان ما تضطريش بعد كده تحطي ميه، خصوصا ان انا مش بقلب الرز بعد كده اثناء التسويه يعني. تمام كده، ظبطت الميه بتاعتي وسبت الرز على درجه حراره متوسطه لحد ما الميه قربت تختفي. زي ما انت شايفه في المرحله دي وطيت درجه الحراره على الاخر خالص وغطيت الرز وسبته يستوي. جبت بقى بعد ساعه بالظبط، جبت السمك بتاعي وجبت العلبه اللي انا كنت حاطه فيها الدقيق بالبهارات اللي احنا حطيناها مع بعض، وهبتدي انزل بالسمك بتاعي. ما بنزلش بالسمك بكميه السمك كلها يعني، بنزل بكميه على قد القليه الواحده عشان بس يتغلف كويس وما يلزقش كله في بعض. شايفين السمك وانا بطلعه من قلب المارينيه بتاعي؟ السمك محتفظ بشويه من المارينيه من غير ما تكون تقيل قوي عليه يعمل لي طبقه كده من العجين، ولا يكون خفيف قوي اللي هو يتزحلق وابقى انا ما استفدتش بحاجه. المهم بقفل العلبه بتاعتي وبهزها زي ما انت شايفه كده، بيتغلف من غير ما اضطر ان انا اقلب بايدي. وبيديني كمان التركه دي بتديني التجعيده اللي هي بتبقى بره على السمك، زي اللي بنعملها في كنتاكي كده. بعد كده بطلع السمك بنفضه زي ما انت شايفه، بس بتاكد ان هو متغلف كويس جدا. هوريكم، بس انا ما بحطش ايدي، او انت مش هتضطري تحطي ايدك في السمك غير وانت بتقليه، بس انا بوريكم التجعيده اللي واخدها السمك. ده بيطلعه مقرمش اكتر بعد كده لما بنيجي نقليه. تمام كده، هكون مجهزه بقى الطاسه بتاعتي، طاسه متوسطه عشان ما يبقاش عندك هادر من الزيت. وحطيت فيها الزيت بتاعي وسبت الزيت يسخن كويس جدا. عايزه الزيت بيغلي، ان السمك الفيليه ما بياخدش وقت كتير على النار، وفي نفس الوقت عشان ما يشربش زيت معاكي ياخد طبقه مقرمشه من بره لازم الزيت يكون بيغلي. المهم نزلت بيه السمك بتاعي وما بقلبش السمك خالص لحد ما يبتدي يشد معايا كده، يعني تلاقيه ابتدى ياخد التجاعيد بتاعته وينشف كده في الزيت. ساعتها عايزه تقلبيه براحتك. المهم ان انا بنزل بالسمك بتاعي على قد الطاسه بالظبط. ما تحطيش السمك فوق بعض، خليه كده مرصوص جنب بعض، والزيت يكون مغطي السمك. ولو في حته زهره كده من السمك، استني لما السمك يشد معاكي في الزيت زي ما انا قلت لك. وعايزه تقلبيه قلبيه. المهم هزيت بس الطاسه كده عشان اتاكد ان السمك معايا كله نزل في الزيت. بصوا هنا بعد حوالي دقيقه، بصوا السمك خد التجعيده المظبوطه كده. السمك شد معايا، احنا بنقول عليها كده يعني. لو حابه تقلبي السمك او في حته زهره من فوق مش متغطيه بالزيت، عايزه تقلبيه في المرحله دي بقلبيه مفيش مشكله، زي ما انا عملت في القطعه اللي قدامكم دي. ما بياخدش وقت. انت بقى بتطلعيه على حسب ما انت عايزاه لون ذهبي فاتح او ذهبي غامق زي ما انت عايزه. يعني هو في المرحله اللي انا هوريها لك دي هو السمك عندي استوى، بس انا ما بحبش اطلع السمك فاتح كده، فبسيبه شويه في الزيت. شايفين شكله عامل ازاي؟ جربوا الطريقه دي، انا واثقه ان هي باذن الله هتعجبكم لانها خطيره. ما بتخليش السمك يشرب زيت، والسمك متبل كويس جدا، مش هتحتاجي ان انت تحطي عليه اي حاجه تاني. هو ده اللون اللي انا عايزاه. هبتدي بقى اطلع السمك بتاعي بعد ما اتاكدت ان السمك كله استوى، القطع كلها استوت. هبتدي بقى اطلعه في شبكه عندي او مصفى. ما تطلعيهوش على ورق مطبخ او مناديل عشان هتلاقيه طري. فبطلعه الاول على شبكه يتصفى، لو في بواقي من الزيت تنزل. وبعد كده ببتدي اقدمه عندي في سرفيز مقطع عليه شويه كده من الكزبره الخضراء، بتليق قوي مع السمك برضو، او الشبت. هو ده اللون المظبوط بالنسبه لي، يعني اللون المظبوط للسمك. يعني انا متاكده ان هو مستوي كويس وكمان واخد اللون الذهبي الحلو ده.
تمام كده طلعت الكميه اللي عندي. لو انتي هتاكلوا الكميه كلها او في الغدا بقى وكلكم متجمعين ماشي حمريه كله. لو لا، اعملي الكميه اللي تقضيكي والباقي سيبيها في علبتها بعد ما غلفناه بالدقيق، بتسيبيه في التلاجة متغطي مفيش اي مشكله. حطيت بقى الكميه اللي عندي كانت حوالي كيلو الا 100 جرام، وخدت معايا 3 طاسات كبار، وخدت اكبر سرفيز عندي. تمام كده هبتدي اطلع بقى السمك بتاعي بعد ما اتاكدت ان هو استوى كويس. كده خلصت. انا حمرت كل الكميه اللي عندي زي ما انت شايفه شكله عامل ازاي. جربيه، قولي لي بقى في الكومنتات لو وصلتوا للوقت ده من الفيديو، قولوا لي لما تجربوا طريقه ان شاء الله ايه الاخبار. انا واثقه ان هي باذن الله هتعجبكم. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.